ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. سيدي يا مدلعنا، يا جدع يا اصيل، روق متعنا يا كبير يا كبير. عنوان الفيديو: السلك لمس. السلك لمس يعني كهربا لما ينزل الملعب يكهرب لك الدنيا. ماتش الاهلي وسموحة اللي انتهى 3-1 في الكاس، بطله الاول كهروب اللهلوب، عيل ملوش حل. انتظارنا عليك وصبرنا عليك كل الفترة دي مش بالساهل، وما ضيعتهوش هدر. ليه؟ لان كلنا بلا استثناء سواء جماهير اهلي او جماهير زمالك عارفين امكانيات كهربا. كهربا احسن وينج في مصر بلا منازع لو هو في حالته. لاعب سريع مهاري، بيتحرك بين الخطوط حلو جدا، بيتحرك ورا المدافعين حلو جدا، بيسرقهم، بيعرف يجيب اجوان. النهارده يثبت لك اللي حصل ده ان كهربا ده نضيف جدا وسالك جدا من جوه. ليه؟ انت متخيل ان لاعب يقعد 6 شهور ما يلمس الكرة ولا يلعب ماتش، غير ان هو بيتمرن مع الفرقة فقط لا غير، واول ماتش بعد التوقف ده كله اي لمسة باسيست، اي لمسة بجون. الجون اللي جابه واتنين اسيست، لعيب ما يعملهوش غير كهربا، او لاعب كبير بامكانيات كبيرة. كلنا عارفين امكانيات كهربا، مفيش حد يقدر ينكر ده. وسالك من جوه بالرغم من الظروف اللي هو اتحط فيها. ومع اول ماتش يلعبه اثبت للجميع ان انا انتظاركم او صبركم عليا مش هضيعه هدر. بجد شابوه كهربا، شابوه الاهلي النهارده اللي عمل ماتش كبير جدا وروق على جماهيره وروق سموحه. في ماتش ده اللي انا بقوله، ننزل نخطف جون او جونين في اول الماتش هيفرق معانا جدا، وهيفتح لنا الماتش وهيبقى سهله وبسيطه. بدل ما نقعد نعقد في الماتش، هتلاقي الجون بيضيع، اللعيبه بتضيع، متكتلين في مناطقهم الدفاعيه مش هيطلعوا منها، هيزهقوك وهيبعدوا عنك التركيز، او هيخلوك تطلع بره التركيز بتاعك تماما. انما لما نخطف جون في اول الماتش هيسهل عليك الدنيا كتير قوي. الماتش الجاي طبعا احنا وصلنا لنهائي الكاس، هنلاعب بيراميدز. ماتش يعني صعب جدا، لان بيراميدز عنده فرقه تقيله جدا ودكه تقيله. فابوس ايديكم نركز يا رجاله ونجيب الكاس. بجد ماتش مش هيبقى اول بطوله لبيراميدز تبقى على قفانا احنا. ابوس ايديكم نركز. الماتش الجاي قدام الزمالك نلعب بنفس الرجوله ونفس الحماس عشان نقدر نوسع الفارق. انتوا عارفين ان احنا رايحين كاس العالم للانديه، هيتاجل لنا كام ماتش، فعايزين الدنيا ما تهربش مننا ونبقى فارقين مستريحين، عشان لما نيجي الماتشات اللي متاجله دي نكسبها، نفضل بفرق النقط اللي احنا سايبينها عليها. فان شاء الله مش عايزين استهتار ولا عايزين رعونة. الماتش صعب مش سهل، ما يغركش حالة الزمالك اللي هو فيها الايام دي او الفترة دي. الزمالك في ماتش القمة بيبقى غير، ولو مركزين هيبقى الماتش صعب جدا. احنا نركز اكتر ان شاء الله، ناخد ال3 نقط مستريحين باذن الله، الفوز يكون حالفنا. عندي بقى رأي في مروان عطية، ان شاء الله يبقى اضافة كبيرة جدا جدا جدا، لاعب ممتاز. والاهم منه كريستو، الواد ده عنده لمسة وخامة مبشرة جدا، وان شاء الله هيفيد الاهلي الفترة الجاية، لانه لاعب امكانياته كبيرة وعنده لمسة حلوة وسريع، والدريبلينج بتاعه بالكورة ممتاز. وفي اخر الكلام، سلام.